السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا اخوان، الصوت واضح. بارك الله فيكم. اول شيء يا شيخ الله يجزاك خير ويطول عمرك ويثيبك ويسدد رميك ان شاء الله، والله اننا نحبك فيه، اسأل الله يوفقك ان شاء الله. سؤالي يا شيخ، انا ادرس في بريطانيا الان، فما اعلم اللحوم كيف طريقة ذبحها او كذا، وانت عارف بلد نصراني، ما ادري شو الحكم. هل يجوز انا اكل لحمهم او دجاجهم خاصة في المطاعم، لأنه ما تتوفر في كل المدن مطاعم الحلال وكذا؟ فيا ليت تفيدنا الله يجزاك خير، خصوصا أن ما ندري كيف طريقة الذبح، هل هم يذكونها أو بالكهرب أو بالضرب، لا أعلم. جزاك الله خير، تفضلوا معك يا أخوان. الأخ طبيعي حبك الله يسأل عن اللحوم في بريطانيا. أقول جميع بلاد الكفر التي تدين باليهودية أو النصرانية الأصل أن اللحوم فيها حلال، كما قال الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الأصل والمقصود بالطعام الذبائح، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فالأصل أن هذا اللحم في بلاد النصارى أو اليهود أنه حلال، لا تبحث، لا تسأل هل ذبح لم يذبح، لا تسأل، كل وأنت ساكت. دخلت مطعم اطلب ما تشاء وكل. أما أنك تسأل وتبحث وكذا هذا ليس من السنة، أنك تبحث. لكن لو علمت أنه غير مذبوح لا تأكل، لكن ما علمت لا تبحث، كل وأنت مرتاح. لا، ليسوا مشركين. أهل الكتاب يعني هم كفار، لكن هم من الكفار الذين أباح الله، لأن الكفار يعني يتفاوتون في كفرهم. هذا الله نساءهم وأباح الله طعامهم ذبائحهم، وهم اليهود والنصارى. فالإنسان لا